السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم من جديد. اليوم بتكلم عن شيء جدا مهم. بما أننا في فترة الاختبارات، أكثركم كان يسألني شلون أذاكر وكيف طريقة المذاكرة وكيف طريقة مذاكرتك أنت يا معاذ. طيب الحين بقول لكم أهم نصايح عشان تذاكرون. زي ما تشوفون هنا هذا مكان مذاكرتي، طبعا هذه المكتبة حقتي وهنا أشياء الحوسة كلها. أول شيء عشان تذاكر لازم تسوي لك الجو المناسب للمذاكرة. تركز في مذاكرتك، ابعد عنك هذه الأشياء كلها الملهيات. بالنسبة لي أنا ملهيات اللي هي أشياء أدوات الرسم. بالنسبة لكم أنتم كل واحد يبعد عن أي شيء يلهيه ويشغله عن المذاكرة. الأهم عندنا الآيباد والجوال وهذه الرسائل والناس هذول كلهم ترى ما راح يفيدونك أيام اختبارك. لازم تبعد عن هذه الأشياء كلها. الأشياء اللي تريحك نفسيا. بالنسبة لي أهم شيء يريحني نفسيا الحين صار شكلي مصطفى، أقدر أعطيكم نصايح. تسوي القهوة والشاي حقك، أحلى حالك، تاخذ أي دفتر، تسحب أي قلم، تكتب شيء اسمه الخطة الدراسية لليوم. تكتب في خطتك أهم المواد اللي عندك، مثلا رياضيات الدرس الأول الدرس الثاني، كيمياء الدرس الأول، فيزياء الدرس الثالث. بعدين تمسكها مادة مادة بالترتيب. خلينا نقول نبدأ بالفيزياء. تاخذ كتاب الفيزياء، تفتح الدرس اللي تبغاه. خلينا نقول مثلا هذا الدرس. تجيب ايبادك أو أي جهاز عندك وتشغل التايمر. تضبط التايمر على 20 دقيقة. الأهم في هذا الوقت تحترم وقت دراستك. 20 دقيقة صافية مذاكرة. ارمي جوالاتك، ارمي أي شيء يشغلك عن دراستك. تضغط ستارت وتبدأ تذاكر. طبعا القاعدة الذهبية المعروفة 20-5. 20 دقيقة تذاكر فيها وتركز، يكون المخ في أوج نشاطه. 5 دقائق تريح فيها بعد 20 دقيقة. أول ما يبدأ العد التنازلي ويصير رقم 1 خلاص ترمي القلم، ترفع عينك عن الكتاب، تحط ال5 دقائق حقت الراحة، بعدها توقف وتروح أبعد مكان عن الدراسة وتسوي أشياء لا دراسية أو رياضة مثلا، أو سولف مع الأشجار، تسولف مع النمل. كيف الدراسة؟ أمزح. خلص وقت بريكك ترجع ثاني مرة وتعدل التايمر على 20 دقيقة وتعيد نفس الموضوع كذا لين ما تخلص. خلصنا فيزياء، نشطب على الفيزياء الدرس الثالث، ونبدأ كيمياء الدرس الأول، وعلى كذا 25-5 25-5 إلين نهاية اليوم، ونحن ناخذ بريكات وندرس. بعد القلم هذا أهم شيء ما ناخذ يوم كامل مذاكرة، ونبدأ نسوي أشياء اللي نحبها، مثلا نرسم الأشياء اللي نحبها. تشوفون قناتي على اليوتيوب أهم شيء. أخير رتب أولوياتك ما بين هواياتك ودراستك. كون نص يومك لهواياتك، النص الثاني لدراستك. أهم شيء يعطيكم العافية على حسن المتابعة. انك استفدت كثير من هذا الفيديو. إذا عجبك لا تنسى تعطيه أخوياك عشان يتابعونه. وبحط لكم هنا حسابي في سناب شات، تابعوني وإن شاء الله تشوفون كل شيء يفيدكم تستفيدون. إذا عندكم أي أسئلة لي لا تنسون تكتبونها في الكومنت. إذا حابين أي مواضيع أتناقش فيها مستقبلا إن شاء الله اكتبوا لي إياها برضو في الكومنت عشان الجامعات والتخصصات وأي شيء حابينه. شكرا لكم، يلا مع السلامة.